لأول مرة بقى هعمل الموتشي، ودي طريقة سهلة جدا تنفع للناس اللي ما عندهمش مايكرويف. فيلا بينا نبدأ ونشوف برضو رأينا في الآخر. هبدأ أول حاجة أعملها إن أنا هاخد الآيس كريم ده. أنا جايبة أطعمة اللي احنا بنحبها، جايبة الأوريو وجايبة خوخ وجايبة موكا. أطعمة جديدة وحلوة واحنا بنحبها عامة، فانتي تختاري أي طعم وتعمليه. هاخدهم بقى واعملهم بولات واحطهم في علبة الكب كيك دي وهدخلها الفريزر ونكمل الخطوات مع بعض. خلاص كده انا حطيته البولات اللي انا قلت لكم عليها بالاطعمه اللي انا بحبها، هحطها بقى في الفريزر وهنعمل بقى الخطوات بتاعه الحاجات الجافه. دلوقتي بقى هنحط المواد الخام. ده كوبايه دقيق رز، نص كوبايه سكر مطحون، سكر بودره يعني، تلت كوبايه نشا، كيس فانيليا، وكوبايه ميه. انا الكوبايه دي حوالي 300 جرام. هبتدي بقى اخلط المكونات كده لغايه اما يدوبوا خالص، ما يبقاش فيه اي كتل. دلوقتي زي ما انتم شايفين مفيش اي تكتلات. حاطه حله على النار. هرفع بقى الحله دي على الحله اللي هي على النار. الحله اللي على النار فيها ميه بتغلي، وحطيت عليها مصفى، وهحط الحله دي. اهم حاجه الميه ما تطولهاش، وكل شويه تفضلوا تقلبوها عشان ما تتكتلش معاكم وتبقى مش حلوه. هغطي عليها بقى دلوقتي وهسيبها مثلا دقيقه. بس لما اجي احط الغطا بتاعها هحط الاول فوطه، يعني هحط فوطه كده عشان مثلا التكثيف الميه، الفوطه دي اللي تشربها ما ينزلش عليها. وكل شويه هاجي اقلب عشان يطلع السمك اللي انا عايزاه. دلوقتي انا فتحت بعد حوالي دقيقه، شايفين بدا يتقل معايا اهو القوام. هبتدي اقلب بقى كده كويس تاني بالفوطه وبالغطا، وهرجع تاني اقلب كمان مثلا دقيقتين. طبعا زي ما انتم شايفين بدأ السمك يبقى اكتر، يعني تبقى سميكة اكتر، وبدأت العجينة تظهر معانا اهو. هنفضل وراها بقى لغاية ما يديني السمك اللي انا عايزاه. خلاص كده احنا وصلنا للعجينة اللي احنا عايزينها. هنشيلها بقى ونروح نقسمها ونشوف هنعمل فيها ايه. انا قسمت العجينة بتاعتنا وهي سخنة كده على 3 بولات. هعملها بقى، هلونها، وده اختياري طبعا. اخترت بقى الاحمر والاخضر والازرق. دلوقتي انا بليت ايدي شويه ميه عشان ما تلزقش، وهبتدي بقى ايه اعجن كده اللون. عايزه اللون اقوى شويه، يعني حطي لون اكتر. عايزاه يبقى كويس، يعني اللون ده كويس معاكي، اللي هو اللون البينك الهادي ده، اوكي. هعمل بقى اللونين التانيين بنفس الطريقه، هخلطهم كويس وادي اللون اللي انا عايزاه وخلاص. خلاص كده احنا خلصنا الالوان. انا بقى هدخلهم في التلاجة شويه، بس هغطيهم عشان ما ينشفوش، وبعد كده هنجيبهم بقى ونبدا نفردهم ونشوف هنعملهم ازاي. دلوقتي خلاص هما طلعوا من التلاجة. انا سبتهم شويه كده في التلاجة يبردوا. هبتدي بقى اخدهم ونكمل بقيه الخطوات. بصوا بقى، انا دلوقتي هحط على الرخامه اللي انا هشتغل عليها شويه زيت اهوت كويسين، واحط برضو على ايدي الزيت كويس، وهنبتدي بقى نقعد نعجن فيها فتره كده مع بعض. هاخد العجينه البلو ديت وهنبتدي بقى نعجنها مع بعض. نعجن كده نعجن كده، شايفين؟ لغايه ما هتلم معاكي، ما تخافيش، لغايه ما توصل لكده تبقى بالطريقه دي. شايفين اهو؟ شايفين شكلها؟ العجينه بقت ناعمه وجميله. كل ما هتعجنوا فيها زي ما انا وريتكم كده، كل ما هتبقى ناعمه وحلوه كده. هكمل بقيه الالوان اللي انا عاملاها هناك كده. دلوقتي بقى خلاص خلصنا العجينه الثالثه.
اللي هي اللون الاخضر. دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نفردهم، بس هنستخدم النشا واحنا بنفرده. هنبتدي بقى نوزع نشا على الرخامه كده كميه كويسه اهوت. هاخد مثلا اللون ده وهبتدي اعمله كده بالطريقه دي كده. زي ما انتوا شايفين هبتدي اقطع الرول زي ما انتوا شايفين كده، مثلا كده كده. جزء من اللي انا مقطعته هفرده بالطريقه دي، وهنفضه طبعا من النشا. خلاص هو اتنفض كده، وهركنه على جنب عشان ابقى احط فيه الحشوات بتاعتي. هكمل بقى الكميه بتاعه الاخضر، وبعد كده هنعمل الازرق والبي. خلاص الكميه خلصت زي ما انتوا شايفين، عملتها كلها. وطلعت الايس كريم من التلاجة من الفريزر. هبتدي بقى احشيها واحطها ادخلها تاني في الفريزر. يعني هبتدي كده وهاخد واحدة من هنا كده واعملها سوري، واقفل بقى عليها، يعني اعملها كده. قفلتها بالطريقة ديت خلاص، وقفلتها من تحت. هحطها تاني بقى عشان احطها في الفريزر تاني. هخلص بقى بقية الكمية اعبيهم في العجينة ديت، وبعد كده هدخلهم الفريزر ونطلعهم وندوق ونشوف هتبقى عاملة ازاي. خلاص خلصنا الكمية، شكلها تحفة. دلوقتي بقى انا هدخلها الفريزر وشوية كده، يعني مثلا ساعة ولا ساعتين، لما تجمد يعني ويمسكوا في بعض كده هطلعهم وندوقهم مع بعض. يلا بينا. خلاص طلعناه اهوت، شايفين شكله وجماله. دلوقتي هنختار اي واحدة من دول وهنجربها مع بعض. وطبعا انا عاملاه باطعمه مختلفه. اللون ده مجرد يعني ايه، مش بيأثر في الطعم. شكله جميل جدا. هنجرب واحده مع بعض دلوقتي. انا اخترت دي اللي باللون البلو. هبتدي بقى نشيل الكفر اللي عليها ده بتاع الكب كيك ونشوف. تحفه. هنقطعها مع بعض ونشوف. بصوا بقى، شايفين الجمال؟ شايفين؟ رائع. وصفة طالعة حلوة قوي 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 قوي، حلوة وجميلة، هتعجبكم قوي. يعني بصوا حلوة قوي قوي. هدوقها بقى دلوقتي وهشوف طعمها عامل ايه. انا دقته، طعمه تحفة. غريب شوية، يعني ملمسه في البق كده تحس ان هو في سن التلزيق، بس طعمه مقبول، يعني طعمه حلو. انا كنت خايفة منه شوية ان هو يطلع طعمه مش قد كده، بس هو تحفة. فجربوا الوصفة دي، انا كنت بصراحة عايزة قوي ان انا ادوقه. جربوها، لذيذة وحلوة، طعمها حلو. هي فيها بس نسبة تلزيق زي ما انا بقول لكم كده، لكن هي طعمها حلو ولذيذة. يعني انا ما اتضايقتش منها خالص، بالعكس يعني شايفاها وصفة ناجحة وطعمها حلو. بألف هنا وشفا ليكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا زر الجرس. باي باي.